واتكلمنا وقلت يا جماعه والله يعني يا ريت نخلص المباراه من بدري وما نقزمش المباراه على نفسنا، ويا ريت نخلص المباراه من هدف مبكر. وكنت فرحان قوي يعني اول ما جبنا هدف مبكر بتاع مصطفى محمد، وقلت ان شاء الله يعني اللي احنا قلنا عليه بقى، وان شاء الله اللعيبه المصريه مش هتعمل اللي هي بتعمله كل بطوله، نجيبوا جون ونناموا عليه وشكرا على كده، ويرجع مستوى الفرقه يتراجع ويحصل فينا اللي بيحصل ده. ولكن دي يعني اظن ان دي عاده المصريين، يعني هي الظاهر ان دي قاعده موجوده عندنا يعني في اللعيبه المصريه، دماغها كده، دماغهم كده، احنا نجيب جون وننام عليه وشكرا على كده. مش عارف ليه يعني، احنا ليه قلت احنا ايام منتخب كابتن حسن شحاته كنا دايما بنبقوا فاعل، يعني احنا كنا دايما بنبقى احنا فاعل ومش رد فعل. احنا كنا دايما مع الكابتن حسن، مع احترامي لكل الفرق وكل المنافسين، احنا كنا دايما احنا الفرق كلها بتهبنا. كوت ديفوار قلت بكل نجومها كانت بتهبنا، الكاميرون بكل نجومها كانت بتهبنا، الجزائر بكل نجومها كانت بتهبنا. ورغم كده احنا كنا منتخب محليين. ده بقى اللي انا طالع اتكلم معاكم فيه النهارده، ان روي فيتوريا يا جماعه يعني مبدأ مجاملات في منتخب مصر بلاش، عشان ربنا يكرمنا، عشان ربنا يكرمنا ونشوف المنتخب ان شاء الله بيصعد من دوري المجموعات وان شاء الله ينافس. انا مش طالع احبط الناس، بس طالع اقول الحقيقه، طالع اقول اللي انا شايفه واللي الناس كلها شايفاه بظاهر عينها، المجاملات اللي موجوده في التشكيل. يعني انا الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه، اللي هو ليله ما قبل المباراه بتاعت موزمبيق، وقلت يا جماعه يا ريت يتحط تشكيل بمرضي الله، يتحط الاجهز. انا عايز حد بس يقول لفيتوريا يا جماعه احنا خدنا 3 بطولات 2006 و2008 و2010 بالمحليين يا عم، والله العظيم قسما بالله خدنا 2006 و2008 و2010 بالمحليين. كان بيجي كام لعيب محترف، مع احترامي في 2006 كان في الكابتن احمد حسام ميدو موجود معانا، مع احترامي للجميع كابتن حسن شحاته كان في وسط 60 70 الف متفرج كان بيخرجوا. وده دي شخصيه المدرب، دي قوه المدرب. عارف كان ساعتها ميدو ده عندنا في منتخب مصر شبه محمد صلاح كده بالنسبه لنا، الاله الاعظم، ده اللعيب الوحيد اللي احترف بره، وهو ده اللي يعني النسمه اللي بنتنشأ عليها. هو كان ميدو كده اياميها زي ما صلاح كده. يا جماعه لازم نطلع من جلباب حته ان احنا منتخب صلاح دي، وان الموضوع يا جماعه صلاح اقسم بالله لو وحش نفسه يتغير، يطلع يا جماعه. يعني دلوقتي معلش بالراحه كده، يعني لا بالعقل، زيزو في خلاف عليه، انا راجل اهلاوي، في خلاف ان زيزو ده من احسن لعيب في الدوري المصري، بس فين مركزه؟ فين الجناح اليمين اللي هو بيلعب فيه محمد صلاح. فانت مش ظالم زيزو بحته ان صلاح بيلعب هو الجناح اليمين، فزيزو بتلعبه 8 عشان المسمى ان زيزو احسن لعيب داخل مصر، فانا ما حرام ما لعبوش. انا معاك، طب انت بقى تلعبه اجزاء في المباراه. يعني انت مثلا عندك مصطفى محمد لما يبقى وحش ودي صلاح فيرود زي ليفربول ما بيعمل كده، وخلي زيزو جناح يمين. يعني ده اللي انا اعرفه. انما تلعب بمركز ناقص في نص الملعب، انا مش شايل زيزو الليله. انا بقول لك الكوتش اللي بره على الخط دماغه عامله ازاي. انا لما يبقى زيزو عندي لعيبه اقدر استغله في الجناح، لما يبقى عندي بقى يعني مصطفى محمد وحش ممكن يبقى تغيير زيزو، ابدا اجيبه على الطرف ادخل محمد صلاح فيرود، دي نقطه. انما بقى انا اراجع معاكم التشكيل من الاول. انا يا جماعه في مجاملات كتيره جدا في التشكيل، ودي اللي ادت. وقلت الكابتن حسن شحاته في الفيديو اللي فات كل الاهلاويه بيحترموه وبيقدروه يعني بيعشقوه، عشان كان الراجل ده عادل، وكان الراجل ده بيختار صح. وقلت في الفيديو اللي فات كان بيجيب جده من الاتحاد، كان بيجيب احمد سعيد اوكا من الحرس، كان بيجيب احمد عيد عبد الملك من الحرس، كان بيجيب حسن مصطفى من الاتحاد، كان بيجيب عمرو زكي من انبي. الراجل كانش يعني ما فيش حد شايفه ناجح ولا ظاهر في فرقته الا لما كان بياخده. ده العدل يا جماعه، وده اللي ياخد وده اللي يدي. انا دلوقتي مش بتعتمدليش اسامي، مع احترامي يعني لاي حد. انا صلاح وحش يطلع يا عم، هو ايه قران؟ هو صلاح قران نازل من السماء ما يطلعش؟ ما يطلع صلاح لو وحش، ايه المشكله يعني؟ هو يعني ما اعرفش والله هو ايه يعني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اللي يطلع صلاح ده هيتبخر يعني هيموت؟ يا عم وحش طلعه، يا عم مش وحش يا عم لعبوا 10، يا عم لعبوا 10 يعني لعب 4 2 3 1 ولعب صلاح 10 واستغل زيزو في الجناح. ما انت ما تلعبليش الاثنين في الملعب والاثنين مأزمين بعض في الملعب. النني ما يلعبش ب 2 جنيه، ب 2 جنيه كوره ما عندوش، ما يلعبش. ايه المسمى ان هو في ارسنال مش عايزه يا عم؟ يتكل على الله. مع احترامي ليه، قلت لكم مع احترامي ليه الشخصي، النني راجل محترم وراجل اخلاق وراجل تربيه ودينيا وكل حاجه، بس في كره القدم ما اعرفكش، ما شفتكش. انا في رقم 6 عندي مروان عطيه دلوقتي،
اجهز منه بمراحل فوق المراحل. ماليش دعوه بيلعب في ارسنال، بيلعب في ريال مدريد، بيلعب في برشلونه، بره عني بالقصص دي. انا بتكلم في الاجهز. حسن شحاته كان بيلاعب الاجهز. وبعدين يا جماعه اللي بينزل انا مش حاسس، قلت اللي بينزل يا جماعه تغييره يقلب الدنيا. ايه المشكله؟ مرموش نزل من الدقيقه 60 ولا 70، ما تعمل حاجه يا عم، ما تعمل حاجه يا سيدي. ما جده كان بينزل في 2010 بيقلب الدنيا. انا هتكلم واحده واحده. حجازي راجع يا جماعه من صليبي، يعني الراجل راجع من صليبي، مش مستواه ولا قصته ولا دي ولا هو ده حجازي اللي احنا نعرفه. تمام. الراجل يعني معلش برضو خطفه في كوره بقى انفراد، زحلق باع نفسه في كوره بقى الراجل انفراد جابها جون. فحجازي مش فت. تمام. عبد المنعم كويس يلعب جنبه ياسر اللي هو واخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، مقدم مستوى كويس جدا. مش عشان اهلاوي والله بقول كده، اقسم بالله العلي العظيم ده الاحق. تمام. ده بالنسبه لحجازي. انت عايز تكسب غانا المباراه الجايه، انت مش اقل من 5 تغييرات في التشكيله السوداء اللي احنا لعبنا بيها دي. التشكيله دي اللي كلها مجاملات دي، يعني بما يرضي الله كده. اقسم بالله ده ظلم اللي حصل في منتخب مصر اللي بداوا المباراه دي. قمه الظلم. وقلت الظلم هيجيب خراب. اقسم بالله تحس ضربه جزاء صلاح داخله بالغصب يا عم. دي خبطه في العارضه وداخله، اقسم بالله كنت بتمناها تطلع. مش كده يعني، مش حرق الدم كده. النني ما جاش يا عم. يعني في لعيبه في الملعب يعني يعني حجازي لعب كاس العالم للانديه مع اتحاد جده والراجل ادى بمستوى، بس مش في فت ولا في جاهزيه ياسر ابراهيم، ولا في الكيمياء اللي موجوده ما بين ياسر ابراهيم وعبد المنعم. بقى لهم سنه بيلعبوا مع بعض، خدوا مع بعض افريقيا وخدوا مع بعض الدوري ولعبوا كاس العالم للانديه، والناس متالقه مع بعض في كيمياء في التفاهم ما بين الاثنين. تمام. فانا المفروض كنت لاعب ياسر ابراهيم. انا قلت حجازي ماشي، بدات بحجازي ما جابتش نتيجه اهو، يبقى انا اعدل بقى. مش عيب، انا هحترم فيتوريا دوت. يا جماعه لو الراجل ده صاحب قرار وهو منه لنفسه غير التشكيل وما شافش حد ما شغلش باله بحد. الراجل ده هيبان ان هو مدرب محترم وعنده القدره ان هو اللي ليه شخصيه وهو اللي عنده القدره يعدل اخطائه اللي عملها في المباراه اللي فاتت، هحترمه. غير كده يبقى الراجل ده بيتساق بالبلدي. الراجل ده معلش فيه تدخلات في المنتخب من الكابتن حازم امام، من اي حد يبقى متدخل في المنتخب وهم اللي سايقين الفرقه. لا يبقى انت كده قاعد صوره، معلش مع احترامي ليك غور في ده يا عم. مش ناقصين قرف. احنا عايزين مدرب شخصيه، مدرب شخصيه. حسن شحاته كان بيطلع ميدو يا عم من الملعب، وصلاح قرآن نزل وحش يطلع، ولعب زيزو يمين يمكن كان يتألق عنه. مباراه كان باين جدا ان صلاح ما كانش حلو، والنني ما كانش حلو، وحمدي فتحي كان زفت، وزيزو كان زفت، الا من رحم ربه. يعني يمكن كان مصطفى محمد اللي عدل في المباراه شويه. تريزيجيه كان زفت، محمد حمدي زفتين 3 4، محمد هاني 3 زفتات، الشناوي شال واحده من محمد حمدي قسما بالله لو فرود ما يحطها له في الحته دي. ايه يا عم القرف ده؟ ده تشكيل يبدا؟ ده تشكيل يبدا؟ ده تشكيل منتخب مصر؟ انت داخل تقول انا عايز اخد البطوله واول مباراه مع موزمبيق. مع احترامي يعني للناس معلش اللي عايزه تدخل معايا، بس لا مؤاخذه في الكلمه، يعني اتمنى بس يعني الناس تصبر عليا شويه، وانا والله هدخل الناس. ف ده الكلام اللي انا طالع اقوله. يا جماعه انا داخل ادي انذار من مباراه موزمبيق، انا داخل ادي انذار من بدري، انا جاي انافس على البطوله. زي النهارده السنغال 3-0 حامل اللقب نزل دب 3-0، استغل الطرد اللي حصل لجامبيا والناس خلصت المباراه من بدري. ناس جايه تقول انا عايز اخد البطوله، جاي مش بهزر. انت مثلا يا عم دي انا يعني هي وجهات نظر. يمكن الراجل قال لك مثلا مباراه موزمبيق سهله، ادي النني وادي حمدي فتحي وادي مثلا الناس اللي ايه اللي ممكن انا مش هديها في المباراه، ادي حجاز اللي راجع من اصابه مش قادر اديله ماتش غانا. وجهات نظر يعني، خليني معاك للاخر. يعني خد فكره الراجل ممكن تكون هي دي فكرته. الراجل قال لك ابدا بحجاز راجع من اصابه، مباراه موزمبيق مش المخيفه مش المرعبه، ابدا بالنني عشان مش هديله بتاع. لقيتها مش جايبه نتيجه، بغير من بدري بقى. غير من بدري، لازم يبقى في حيويه في نص ملعب المنتخب. يعني معلش انت عايز تكسب غانا، انا بقولها من دلوقتي اهو وعلى مسؤوليتي قسما بالله. لو الراجل ده بدأ بالتشكيل ده اقسم بالله انا نغلب غانا مرتاح، ونغلب الراس الاخضر. مع احترام يا جماعه قلت الناس بس ثواني اللي عايزه تشارك معايا والله هدخل الناس معايا، بس انا هتكلم الاول. عايز الناس يعني تسمعني شويه في القصه دي، عشان انا قلت في الفيديو اللي فات اللي هو ليله ما قبل المباراه، قلت يا جماعه المنتخب لو ما دام في عدل، ما دام في عدل ربنا سبحانه وتعالى لما بتعدل ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك، وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعبك على الفاضي. ليه؟ ان انت عدلت.
اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ماليش بالاسامي. انا بتكلم في مراكز. دلوقتي حجازي، هل هو ده حجازي ولا ياسر ابراهيم؟ مين اللي متالق الفتره دي؟ بين العين الشمس ان الراجل راجع من اصابه. انا طبعا مش تقطيعا في اي لعيب، بس انا بقول حق ربنا. الراجل راجع من اصابه وراجع من رباط صليبي. ياسر اجهز، كان ياسر يبدا جنب عبد المنعم، وقلنا في كيمياء مع الشناوي مع محمد هاني زي الزفت. انا اهلاوي اهو بقول لك زي الزفت. عمر كمال يلعب عليه عافيه، عمر كمال يلعب على 10 شبه محمد هاني. مش قصدي ان هاني وحش، بس كان باين ما فيش دور لهاني في المباراه. عمر كمال لما نزل كان ليه شكل، عمل اوفرات، والراجل كان ليه شكل في المباراه. هاني ما كانش ليه شكل. انا مش عشان اهلاوي اطلع اطبل ولا ازمر ولا الكلام ده مش بتاعي. انا بقول حق ربنا. هاني لا، عمر كمال يبدا، احمد حجازي يقعد، ياسر ابراهيم يلعب مع عبد المنعم، الشناوي، محمد حمدي يركن، ينزل فتوح مع احترامي حتى لو مش جاهز. فتوح عنده خبره، لعيب كبير، لعيب عنده مهارات فرديه، عنده حلول كتير، عنده بيضم لنص الملعب باطراف، اوفراته كويسه، لعيب مهاري بيقدر يكمل في الهجمه معاك. محمد حمدي امبارح كان كارثه، يعني الماتش اللي فات كان كارثه، كان كارثه والله. ده لولا الشناوي ده يبوس ايده وشه وظهر ان الشناوي انقذ الكره دي، كانت هتبقى كارثه، كانت هتخلص عليه، ما كانش هيلعب تاني محمد حمدي. ماشي مع احترامي، انا مش بقطع محمد حمدي ان هو لعيب تعبان يا قلبي، لا، انا بقول ما كانش موفق، فخلاص بقى. يعني انا الموضوع بالنسبه لي مش موفق، اغير بدري، وعندي تغييرات بدري ان انا اقدر استغلها. عندي 5 تغييرات يا جماعه، افضل قاعد متفرج على ماتش موزمبيق ابقى كسبان 1-0، المباراه تتقلب في 5 دقائق الفرقه ولا 10 دقائق تجيب فيها جونين. يعني انا عقل وانا دنيا ان انا افضل قاعد متفرج، انا مستني اخش فيها الثالث يعني ولا ايه؟ ده لولا ضربه الجزاء دي اتحسبت كانت هتبقى كارثه كرويه بمعنى الكلمه، كانت هتبقى كارثه كرويه بمعنى الكلمه. انا دلوقتي برضو في حاجه عايز اقول للناس عليها، مع احترامي ليك، مع احترامي، انا عايز مدرب الاحمال لمنتخب مصر. انا اول مره اشوف لعيبه منتخب مصر جهدها بيخلص في النشيد الوطني. يعني النشيد الوطني خلاص، اللعيبه طلعت كل جهدها في النشيد الوطني، في الملعب الناس كانت بدني صفر. بدني منتخب مصر من الدقيقه 50 مفيش منتخب مصر، مفيش منتخب مصر، اللعيبه مش واقفه على رجليها. فين يا جماعه يعني المعد البدني للمنتخب فين؟ لما لعيب من منتخب مصر وكل اللعيبه دي بنقول واقفه على رجليها في الدوري والمحترفين وكلهم جايين فايقين، ينزلوا بالمستوى ده؟ لا، في مراجعه. فيتوريا لازم يراجع نفسه، ما يسمعش لحد. فيتوريا لازم ياخد قرارات من دماغه، يشوف مين الاحق ومين الاجهز. وحد يقول له يا جماعه، انا قلتها اكتر من مره، حد يقول لفيتوريا احنا خدنا 3 بطولات يا جماعه، قسما بالله يا ناس يا اللي هناك، خدنا 3 بطولات افريقيا بلعيبه محليه في ظل كل المنتخبات الافريقيه. كوت ديفوار فيها دروجبا ويا توريه وحبيب كولو توريه ومانون ابويه وزكورا وارونا دينداني، كل دول في كوت ديفوار واحنا اللي كنا بناخد البطوله. كاميرون فيها سامويل ايتو وجيريميه وكل النجوم بتاعتها دي واحنا اللي كنا بناخد البطوله. الجزائر كان فيها نزير بالحاج، وكان فيها كريم زياني ورفيق صيفي وبوجيرا والوناس جواوي وكل الفرقه دي واحنا اللي بناخد البطوله. مش مقياس خالص، مش مقياس خالص ان انا يعني مع احترامي يعني للجميع، مش مقياس خالص ان انا لا قاعده المحترف عندي لا انزله. امبارح تريزيجيه كان زي الزفت، يطلع من بدري ما بين الشوطين، كان تريزيجيه يتغير وينزل مرموش عشان يلحق يعمل حاجه برضه يا جماعه. فانا بقول اهو على مسؤوليتي الشخصيه، قسما بالله الراجل لو بدا بالتشكيل ده في كل المباريات الجايه، اقسم بالله انا نكسب اي حد. احنا هنلعب بالشناوي، ياسر، عبد المنعم، عمر كمال، فتوح، عمر كمال، فتوح، الاسامي دي حط تحت مليون خط مع احترامي لكل الاسامي. مروان عطيه، امام عاشور، الاثنين دول لا خلاف عليهم في الملعب، ان الاثنين دول عندهم صغيرين في السن يا جماعه، عندهم حيويه وطاقه وبدني، يقدروا يدوك 90 دقيقه مرتاح جدا. فمروان عطيه وامام عاشور، ولعب جنبهم بقى اي حد، لعب زيزو، لعب حمدي فتحي، انت حر. يعني انا حته زيزو 8 دي انا حاسه ان زيزو مظلوم. لا، لما يبقى صلاح وحش والله يا جماعه ما قران نازل من السماء، صلاح وحش يطلع وينزل زيزو يلعب هاف يمين هيكسر الدنيا. انما صلاح وحش، انا زيزو العبه 8 يبقى انا عملت نقطه ضعف في نص الملعب. مع احترامي ليكم ما استغلتش زيزو على الطرف وصلاح وحش على الطرف. فانا قران خلاص كده، هما الاثنين دول في الملعب ومبوظين عليا الفرقه، والنني كان زي الزفت وحمدي فتحي كان زي الزفت. فالموضوع يا جماعه، الموضوع للاسف يعني في مجاملات في المنتخب، وده ما يرضيش ربنا. اللي بيتحرق دم الناس اللي بتتفرج، انا مش هقول هيتحرق دم، انا بقول حق ربنا. اللي ينزل مروان عطيه، قلنا نص الملعب، وامام عاشور، وجنبهم اي حد، وجنب الاثنين دول اي حد، بس الاثنين دول
لا خلاف ان الاثنين دول لازم يبقوا في الملعب. الاثنين دول لازم يبقوا في الملعب. جنبهم بقى حمدي فتحي، جنبهم زيزو زي ما هو شايف، مش هتأثر كتير. بس لما يبقى عندك اتنين لعيبه حيويه وبيقطعوا الكوره وعندهم جهد بدني يكملوا معاك الهجمه وكذا وكذا، فهتلاقي المنتخب على طول فعل مش رد فعل. احنا يا جماعه منتخب من يعني احنا جبنا الجون وشكرا، ما شفتش المنتخب تاني. وصلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه يا عم. عايز تريح تريزيجيه وتبدا بمرموش الماتش الجاي؟ انا ما شفتش تريزيجيه خالص المباراه دي بصراحه، ولا النني ولا حمدي فتحي ولا زيزو ولا صلاح نفسه ومصطفى محمد، الا يعني يمكن اهو احسن من ما فيش ان هو الراجل اللي هدف وجاب جون. يعني غير كده انا شايف يا جماعه ان المجاملات دي هتضيعنا. المجاملات دي هتضيعنا. انا بس هقرا كومنتات الناس عشان برضو يعني الناس ما تزعلش مني. احمد صلاح اللي بيقول الغالي بجد حبيبي ابو حميد والله، بيقول والله العظيم المنتخب كله ما فيش غير تريزيجيه. مش مسميات يا جماعه، ده منتخب مصر، ده منتخب جماعي. احنا المفروض نلعب كوره ايام منتخب مصر، ايام الكابتن حسن شحاته. شوف كوكبه النجوم اللي موجوده في المنتخب قد ايه يا احمد. واتفرج على ابو تريكه يا جماعه وحسني عبد ربه وشوقي واحمد حسن وحسام غالي في 2010 والناس دي كلها. وكل الناس دي على قيمتها الكبيره دي كلها، اللي ما فيش لعيب دلوقتي في منتخب مصر في نص اللعيبه دي ها، وبيلعبوا كوره جماعيه. كله بيلعب كله، احمد حسن يلعب سيد معوض، يلعب حسني عبد ربه، يلعب شوقي. بنطلعوا بالكوره، بنلعبوا بالكوره سريعه، مفيش انانيه، مفيش حلول فرق. كل اللعيبه بتطلع طاقه 150% من جوه منها. وده اللي انا هقوله يعني. برضو اللعيبه برضو للاسف يعني ما بتطلعش كل اللي عندها. اللعيبه ما بتطلعش كل اللي عندها. فيا جماعه المفروض اللعيب اللي لابس تيشيرت منتخب مصر مش عارف قيمته يقلعه ويقعد دك يغور في ده يا عم. مش ناقصين قرف. حرقه الدم دي يا جماعه بتبقى لينا احنا في الاخر. معلش انا بطلع اتكلم كده، معلش بعفويه، مع اللي يزعل مني يزعل، انا بتكلم بما يرضي الله. استاذ ناصر بيقول للاسف منتخب ما عندوش اي نخوه ولا غيره ان اللعيبه دي بتلعب باسم مصر، والحمد لله ما شفتش المباراه عشان عارف الوكسه. والله يا حاج ناصر يا بيني وبينك هي فعلا كانت وكسه. قسما بالله كانت وكسه يعني. ومن الاخر اتحاد الكوره بلوزه، بلوزه طبيعي منتخب بلوزه لان معاهم مدرب فاشل وبلوزه. بص يا حاج ناصر، انا مقتنع مليون المية وعندي قناعات مليون المية ان اي كوتش هيمسك منتخب مصر وما كانش يبقى عادل ربنا مش هيوفقه. قسما بالله هتاخد بالاسامي. صلاح بيلعب في ليفربول، صلاح في ليفربول، ده صلاح بتاع ليفربول. صلاح لو بينص مستواه بتاع ليفربول احنا ناخد البطوله دي مستريح اقسم بالله. ويساعد زمايله في ليفربول بيعملها بوش رجله الخارجي من ناحيه اليمين لا مؤاخذه في الكلمه لاي اللي جاب جو بيبقى فاخر الدنيا، بيعملها بوش رجله كده يخليه يجيبه جول. فانا ما شفتهاش معاه في المنتخب دي، ما شفتهاش بصراحه. شليت منه فيها في الحته دي. فمع احترامي يعني انا بحب صلاح ومن الناس من عشاق صلاح وكل حاجه، ان هو لعيب يعني عمل اللي ما فيش لعيب مصري عمله في الدوريات الاوروبيه على راسي. ومش هيطلع صلاح تاني دي انا هحط لك ابصم لك عليها ان لمده 50 سنه ما فيش زي صلاح في الدوريات الاوروبيه. بس ماليش دعوه بالدوريات الاوروبيه دلوقتي، انا بتكلم عليه في منتخب مصر. منتخب مصر هو جاي يجيب لي جون في سيراليون، 4 تجوان في سيراليون. انا ماله مان سيراليون يا عم؟ انا عايز منتخب مصر في افريقيا. صلاح يبقى هداف منتخب مصر في افريقيا، هو اللي بيكسب، هو اللي بيصعد الفرقه. يعني منتخب يعني صلاح مع المنتخب كلنا نفتكر في مباراه غانا ضربه الجزاء في السما السبعه. وتر زيزو اللي هو زيزو ما بيضيعش اصلا. صلاح كان المفروض زيزو بيشوط الاول، كلنا لو نفتكر يعني. زيزو كان بيشوط ضربات الجزاء الاول، دخل صلاح الاول يعني ان هو داعم بقى للفرقه وبتاع، رحت موديها السما، رحت مكركب بطن زيزو. زيزو دخل بعد منك بطنه مكركبه، اذا كان صلاح نفسه ضايع. ومندي عمال يتنطط لهم كده وكده والدنيا كانت خربانه. فاللعيبه كلها اعصابها ثابت. فانا معلش مع احترامي ليك، مع احترامي لصلاح، احترامي لاي حد خلق ربنا بيحب صلاح، وانا واحد من الناس من محبين صلاح. بس انا بتكلم بما يرضي الله. صلاح في المنتخب مش قائد. ما تحسوش احمد حسن، ما تحسوش حسام غالي، ما تحسوش يعني معلش كمالة في الزمالك، ما تحسوش حسام حسن. مش قائد يعني يا جماعه الشاره دي لما كان بيلبسها الكابتن حسام حسن تحس ان هو قائد المنتخب مرعب. اسمه وقيمه في معلش. انت دلوقتي يا جماعه يعني قله العدل في حاجات كتير هي اللي سببت المنتخب في اللي احنا فيه ده. يعني لما كانت احمد فتحي موجود في المنتخب، يعني انا شايف ان صلاح شارة المنتخب بتاع مصر ولا هتزوده ولا هتقلله. هو لعيب عالمي، لعيب كبير، كل الناس مفيش حد يختلف عليه. لما كان فتحي في المنتخب ايه المشكله صلاح عندك ان كان فتحي يبقى لابس شاره المنتخب؟ يعني شاره الكابتن، يعني هتقلل منك في ايه؟ هتزودك ايه ولا هتقللك ايه؟ حق ربنا يتقال، الحق العدل ما دام ضاع يا جماعه في المنتخب
والكوسه والمجاملات في الاختيارات دي. حسين الشحات على المستوى اللي مقدمه ده اللي مكسر بيه الدنيا في الدوري ما يخشش المنتخب والله، ما عشان اهلاوي، قسما بالله ما عشان اهلاوي. وكان عندي تركايه مش عارف الناس هتوافقني عليها ولا لا. يا جماعه المنتخب فيه عنصر شباب كتير جدا، لازم كان يبقى معاهم واحد او اتنين خبره ان شاء الله يبقوا على الدكه، ياخدوا تلت ساعه، ياخدوا ربع ساعه. عبد الله السعيد لعيب كبير. عبد الله السعيد اللي كنا من سنتين، انا راجل اهلاوي، من سنتين ثلاثه كنا بنقول ما فيش بديل في مصر، ما فيش لعيب زي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لو بيلعب بنص رجل احسن لعيب في مصر، والكلام ده كله. هل عدل ربنا ان عبد الله السعيد ده، انا مش بقى كبير في السن ولاعيب عارفين ياخد تلت ساعه ممكن يقلب لك، يغير لك مجرى مباراه معرقبه شبه موزمبيق دي، ينزل تلت ساعه يغير لك الدنيا. تلت ساعه عبد الله السعيد يا جماعه مش هيقدر يدي تلت ساعه. شيكابالا مع الزمالك اخر فتره دي مش كان بينزل نص ساعه وساعه يقلب المباراه؟ ايه يعني ناخد شيكابالا منها تكريما؟ ما انت واخد اسماء، انت واخد علي جبر شوربه مش هيلعب، واخد احمد سامي شوربه مش هيلعب، واخد لعيبه لا انت عارف انها مش هتشارك اصلا، انت عارف ان مهند لاشين واخده ممكن بنسبه كبيره مش هيلعب. طب ما مش هيلعب، كم بديل منه عبد الله السعيد ممكن ياخد تلت ساعه يقلب لك الدنيا، شيكابالا ياخد ربع ساعه يقلب لك الدنيا، لعيب عنده خبره كبيره وعنده يعني ممكن يقلب لك مباراه، لعيب كبير. يعني كفايه اوفرات شيكابالا دي، يعني في الفاولات يعمل لك فاول سم، يعمل لك كورنر سم، يعني عبد الله السعيد يعمل لك اوفر سم، يعمل لك اسيست سم في تلت ساعه. يا جماعه انا مش بقول كده، انا بقول كان ممكن في الاختيارات تاخد لعيبه عندها خبره، تاخد تلت ساعه من المباراه تبقى تغييره سم تقلب لك المباراه، تقلب المباراه. اللعيبه دي ما تروحش خالص تقول لي اصل عملت السن. يا عم عملت السن، اديك خدت الصغيرين نيلوا ايه على دماغهم؟ نيلوا ايه؟ ما هو انت خدت القرف كله ده، اللعيبه مش قادره تجري من الدقيقه 60، من الدقيقه 60 اللعيبه مش قادره تجري. انا بقول حق ربنا، العدل يا جماعه حلو. كابتن حسن شحاته ما كانش المدرب الفذ، ولا كان المدرب هو ولا يورجن كلوب ولا جوارديولا في نفسه. فالكابتن حسن شحاته يا جماعه كان مع احترامي للجميع، يعني كابتن حسن شحاته كان راجل عادل، كان في اختياراته عادل. راجل حسن شحاته كان قلنا بيجيب لعيبه من كل دوري، بيدي الفرص لكل الناس، فالناس كلها ربنا سبحانه وتعالى كان موفق. الراجل ده كان على خلاف مع بركات كان بياخده، كان على خلاف مع ميدو كان بياخده، كان مع خلاف مع فتره مع شيكابالا لما وكان بياخده. فالعدل حلو يا جماعه، العدل بيجيب النصر، بيجيب الانتصارات وبيجيب كل حاجه، بس اهم حاجه العدل. وان شاء الله رب العالمين ربنا وفقنا في المباراه الجايه، وزي ما قلنا كده لازم يبقى في عدل. وفيتوريا عيبان زي ما قلت كده، ان لو الراجل قدر يبقى جريء وقدر يبقى عنده شخصيه وكاريزما، ان هو يقدر هو يبقى الراي رايه ويدي الناس لحق ويلعب بالمحليين. وزي ما قلنا كده للناس كلها احنا خدنا الثلاث بطولات بالمحليين مش بالمحترفين. فان شاء الله رب العالمين ربنا وفقنا في المباراتين الجايين، ويا رب اتمنى ان الراجل يطلع جريء، ما يبقاش حد ممشيه ولا سايقه، عشان ده عيب. انت مدرب منتخب مصر، فدي الاحقيه للاحق. يعني لو مروان ولا النني، محدش يختلف ان مروان، يعني حجازي في الفتره دي ولا ياسر، محدش يختلف ان حجازي، فتوح ولا محمد حمدي على اللي هم قدموا، محدش يختلف ان فتوح. انا اهلاوي بقول لكم فتوح هو يلعب على اي حد. هاني ولا عمر كمال في الفتره دي، لا عمر كمال منور، ما كانش الاهلي تعاقد معاه يا جماعه، ولا كان الدنيا كلها حاربت ان عمر كمال يجي الاهلي في ظل توهج هاني. يعني في ظل توهج هاني ده ما كانش الاهلي حارب عليه. فعمر كمال يلعب على اي حد، فتوح يلعب على اي حد، ياسر ابراهيم يلعب على اي حد. ولازم يا جماعه يبقى في حيويه وفي نشاط في المنتخب، نقدر يبقى عندنا منتخب هجومي. يعني نفسي انا اشوف كده في الملعب زيزو مع امام مع مروان عطيه، الثلاثه نص ملعب فيهم نشاط وحيويه كده على طول، يخلوك في يعني على طول تقطع الكوره على طول في محاوله هجوم كده، وعلى طول المنتخب يبقى على طول بيهاجم. يبقى عندك صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك تريزيجيه، وعندك تريزيجيه وحش نزل مرموش بدري. ويا جماعه التغييرات تبقى بدري، تبقى بدري يا جماعه، لما نستنوش الازمه يدخل فينا جون ويدخل فينا اتنين ونبقوا متاخرين عشان نحاولوا نرجعوا. ويا صلاه النبي يا رب نرجع ولا لا، وعلى الله ودعوات المصريين وايدينا على قلوبنا كل مباراه. ما يرضيش ربنا كده حرقه الدم اللي احنا فيها دي كل مباراه. ان شاء الله رب العالمين اتمنى ان الراجل يطلع زي بالبلدي كده ذكر، ويمشي كلامه ويدي الاحق اللي في الملعب. وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. معلش طولت عليكم، فانا بس من حرق الدم والله بقول اللي ليا واللي عليا. انا راجل اهلاوي بقول لك فتوح يلعب، عمر كمال يلعب، زيزو هتلعبه 8 يبقى لاعب جنبه امام، عشان الاثنين يعملوا حيويه في نص الملعب مع مروان عطيه مع مصطفى محمد مع صلاح. تخيل كده التشكيله دي اصلا، وانت تخيلها في دماغك وحسها كده، حس حتى اللعيبه دي حتى مش هتشطب من الدقيقه 60.
ما يبقى عندك امام وعندك مروان عطيه وعندك زيزو، ثلاثه شعله نشاط في نص الملعب. يعني الناس دي مش هتحس حتى الناس دي هتشطب بدري من الدقيقه 60 والدقيقه 70 تلاقي الناس دي ريحت. فان شاء الله اهم حاجه قلت الراجل يبقى عادل في اختياراته. مش هتبقى عادل ربنا مش هيوفقك يا فيتوريا. ربنا ما بيديش حد يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. انت شغل مجامله ويقول لك لاعب حمدي ويقول لك لاعب معلش النني وشغل المجاملات ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيوفقك. انا بتكلم بما يرضي الله. والله العظيم هترجع لحق ربنا ولحق يلعب ربنا هيوفقك ان شاء الله وهتكسب وهتفوز. ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم في المباريات الجايه ديت. ربنا يكرمنا ونصعد. ادي مهاب اهو، عشان بس مهاب ده حبيبي يعني برضه اقرا له كومنت عشان ما يزعلش. ومصطفى فتحي يلعب على صلاح وقت قليل عادي، وبنشوف رونالدو بيستبدل عادي. ايوه طبعا يا جماعه، ايوه يا جدعان، صلاح ده مش نازل من السما يا جماعه. صلاح مش نازل من السما، وحش يطلع ينزل ده مصطفى فتحي ده اقسم بالله يا جدعان بالبلدي كده بالكوره كلب كوره. الراجل ده يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم بيعدي من اي حد، ومهاري جدا وفرديات واحد على واحد هيساعدك وبيلعب جماعي. ومصطفى فتحي ده يا جماعه لعيب كبير قوي والله العظيم. انا قسما بالله لو كنت اتمنى الاهلي يتعاقد معاه قبل ما بيراميدز يجدد مهاب بمصطفى فتحي اللي انا ناسيه. ليه مصطفى فتحي ما ياخدش يا جماعه؟ ايه اللعيبه دي ما تاخدش؟ والله كل دول يا عم ابدا بزيزو امام ومروان عطيه، والوحش يا عم يبقى نزل مهند لاشين مثلا عنده حيويه. نني ده ما شوفوش في الملعب تاني، ما شوفوش قسما بالله. لو النني ده نزل يبقى الراجل ده حسبي الله ونعم الوكيل على اللي النني قدمه في المباراه اللي فاتت دي. ده راجل يعني قاعد بيتفرج زينا يا عم. لعيب معلش مع احترامي ليك منه يعني كده فعلا. اللي بيتقال ان صلاح بيجامل لعيبه وبياخدها مع المنتخب الكلام ده واضح وصريح. فانا اتمنى ان شاء الله الراجل يعدل عشان يلحق نفسه شخصيا لنفسه مش لحد. انت مدرب كبير فيتوريا، ولو انت جاي معلش باختيار حازم امام ولا باختيار ايا كان ايا يكن مين اللي اختارك، مش على حساب نفسك ولا شخصيتك ولا كاريزمتك ككوتش ولا كاسمك. انت بتدرب منتخب مصر يا فيتوريا. وحد يقول له يا جماعه 100 مليون مره منتخب مصر خد 3 بطولات افريقيه بالمحليين باللعيبه المحليه ببركات وتريكا ومتعب وعمرو زكي وسيد معوض واحمد فتحي، كل دول محليين، واحمد سعيد اوكا وفتح الله وائل جمعه والحضري وشوقي وحسني عبد ربه. كل اللعيبه ديت الا من رحم ربه. يعني كان بيجي لنا احمد حسن زيدان عماد متعب اسمه دوت ميدو. يعني الراجل من كتر ما هو ده يعني نساني اسامي المحترفين اللي كانت عندنا. يا عم اعدل عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، عشان ربنا يكرمك وتصعد من دوري المجموعات ومن الازمه السوداء اللي انت حطيتنا فيها دي. ان دي كارثه لمنتخب مصر. كان هيخسر من موزمبيق، ده هيبقى اول فوز لموزمبيق على قفانا. يعني والله العظيم انا اول مره اشوف منتخب مصر المجهود البدني بتاعه بيخلص في النشيد الوطني. قسما بالله النشيد الوطني خلص من هنا. واللعيبه انا حاسس انها شحرت من صوتها مش قادره تجري. اللعيبه مش بتجري، اللعيبه مش بتتحرك لبعض. اللعيبه عندنا ازمه يا جماعه في نص الملعب، مش قادرين نوصلوا الكوره يعني مع حلقه الوصل اللي ما بين نص الملعب والهجوم مفتقدينها. ان شاء الله خير يا رب. عولي بس يعني انا بقول يا رب يبقى دايما وش حلو عليكم. انا شايف ان يعني المباراه اللي فاتت دي مش ده منتخب مصر اللي انا كنت منتظر. انا كنت متفائل بالبطوله دي وما زلت متفائل. ان شاء الله نقدر نعدي غانا بس بالعدل واختيارات العدل. غير كده ربنا مش هيوفقنا، ربنا ما يوفقش اللي ما بيعدلوش. خدوا حبايبي معلش ان شاء الله اشوفكم بعد المباراه الجايه وربنا المستعان ونشوفوا منتخب مصر غير في مباراه غانا ان شاء الله. خدوا حبايبي مع السلامه.